بالحلقة الماضية ورجيناكم كيف هي ميزات الذكاء الجديد المتعلق بتشات جي بي تي، كيف عملنا مشروع وكيف انه الذكاء بتشات جي بي تي صار عبارة عن 5 مستويات، وهذا شيء مذهل جدا. يعني احيانا الجواب بتشات جي بي تي بيستغرق نصف ساعة. يعني هذا انا على علمي ما في حدا بيعمله من النماذج الاخرى او الذكاءات الاخرى، لانه مكلف ماليا جدا جدا جدا، بينما تشات جي بي تي بيقدم لك اياه بسعر كتير مقبول. المهم اذا بعد ما حكينا المرة الماضية عن هالشي وشفنا ملخص المنهجية اللي احنا بنتبعها اللي استنبطها تشات جي بي تي، بلشت انه جرب معه. قلت له اعطيني معنى المصطلح مبارك في المصحف، ففكر 8 دقائق وهو عم بيفكر كمان. قلت له ادرس مقارنة بين مبارك ومقدس، وهي النقطة كتير ضرورية تنتبهوا لها لما بدكم تتدبروا القرآن. يعني من أهم اللمسات الأخيرة على بحثك حتى تتأكد إنه أنت صح استنبطت من المصحف ولا عم تضحك على نفسك، هو إنك تشوف الكلمات القريبة في المعنى، تقدر تعطي معنى هي ومعنى هي. يعني ما بكفي طلع كلمة مبارك، لحتى أتأكد من معناها بدي شوف كلمة مقدس. طيب إذا عرفت الفرق بيناتهم وعطيت معنى خاص بمبارك يختلف بوضوح عن مقدس، على الرغم من أنه كلا الكلمتين بذهننا نحن العوام أو بذهننا نحن بالممارسة اليومية للغة العربية اللي هي بعيدة عن المصطلح القرآني، فإذا قدرنا نعطي معنى مميز بوضوح لكل كلمة منهم رغم التشابه في أذهاننا، فمعناتها عملنا قريب جدا من الحق. فهو عم بيبحث، حطيت له السؤال كمان. المهم عطانا نتيجة بهالشكل هاد، وكان جوابه مختصر جدا فما عجبني، وقلت له دققه مرة تانية من باب الاحتياط. رجع فكر 6 دقائق وعطانا النتيجة. أنا لحتى أتأكد من هالنتيجة فلجأت لطريقة جديدة، إنه بعد ما أعطيته أنا بالبداية السؤال الأساسي اللي هو بالصيغة اللي نقلتكم إياها بحلقة متخصصة، إنه كيف أنت تسأله. ودائما بتغير، أنت هون بتغير بس شو اللي بدك تسأله عنه، المصطلح يعني مبارك ولا مقدس ولا مؤمن ولا غيره. فإضافة إلى بعد ما سألته هون بقى رجعت أنا أكد عليه. شلون؟ قلت له أنا رح حاول ساعدك لأنه أنت يمكن تخطئ، فحط ببالك إنه الآية أول بيت وضع للناس للذي ببكى، لأنه هون كلمة مبارك. قلت له دروس إنه ممكن نقول إنه كلمة مبارك وفق المصطلح القرآني إنه هي بمعنى التي فيها معجزات، يعني كل شيء مبارك بيكون فيه معجزات بناء على الآية اللي بعدها فيه آيات بينات، لأنه نحن أثبتنا كلمة بينات يعني معجزات. فممكن تدرس هالنقطة. بعدين في عندك الآية تبع أتجعل فيها من يفسد فيها، هي كذا كذا. فإذا أنا شو عملت؟ فتحت أنا على موقع تنزيل وبحثت عن الجذر بركة، فأعطاني 32 نتيجة. صرت أقراها وحدة وحدة وحلل الآية وشوف إنه شو ممكن يتعلق بهالآية من تفاصيل علينا دراستها وربطها ببحوثنا القديمة، يعني لحتى نتنبه بكل آية لمفاصل معينة مهمة نربطها بشيء قديم حتى ما يكون في تناقض، وحتى البحوث القديمة تساعدنا وإلى آخره. إذا كل آية أنا كمتدبر لوحدي بدون تشات جي بي تي بالعادة لما بدرس الآيات كل آية بكون أنا ملاحظ إنه فيها تفاصيل معينة هي المرتكز وهي اللي لازم ركز عليها قبل ما أخذ قراري. فكل آية بتاخدني على منحى معين وتفاصيل معينة. هاي التفاصيل أنا صرت أسألها لتشات جي بي تي، قل له دروس هل ممكن تكون كذا. يعني أنا أول ما قريت الآية الأولى يلي طلعت معي بموقع تنزيل فخطر ببالي إنه هل ممكن تكون تتعلق البركة بالمعجزات؟ إذا هذا مجرد خاطر، أنا ما قررت، بس أنا عم بخليه يفكر معي.
مشان اختصر الوقت، مشان بركي هو بينتبه لشي بسيط أنا بكون ما انتبهت له. يعني بدل ما يطلع التدبر تبعي فرضا بالنتيجة 95% دقيق، ممكن مع تشات جي بي تي يكون 99% أو 100%. يعني بتساعد أنا وياه، فكل فكرة عم بخطر على بالي عم بخليه هو كمان يفكر فيها، وهكذا لحتى نوصل سوا للنهاية. فهون هو فكر 7 دقايق وعطاني الجواب. أنا ما قريته الجواب نهائيا ولا هلأ قريته. ليش؟ لأنه عندي خطة أنا معه. قلت له، رجعت قلت له طيب شوف كذا، طب ركز بالآية الفلانية على كذا، رد عطاني دراسة طويلة وهكذا. قلت له كمان خد الفكرة من كتبي، يعني إنه أنا كيف بميز بين الفعل أو الجزر لما بينسب إلى الله بيختلف عن لما بينسب إلى الرب، بيختلف عن لما ينسب إلى الملأ الأعلى. فلذلك كمان هي ادرسها أنت من كتبي لحتى تساعدك بالفهم، لأنه هي النقطة كمان كتير صعبة على تشات جي بي تي. وهكذا شوف هون درس 14 دقيقة، صور عم بيدرس قديش عم بياخد وقت. كمان ما قريتها. قلت له ادرس بآية أتعجبين من أمر الله إمكانية أن تكون البركات بتمثل كذا، يعني ممكن يكون هيك برأيك ولا لا؟ ادرس. أنا بدي إياه يدرس، ما بدي جوابه هلأ. فهو درس ربع ساعة وهو عم بيدرس. قلت له ادرس كمان هي، ولاحظ انه بالآية الفلانية في عنا النقطة الفلانية متعلقة بالبركة بأرض مصر، ومتعلقة ببناء الجن لسليمان بمصر الإهرامات. إذا أنا عم بفتح عيونه لتشات جي بي تي على النقاط اللي أنا انتبهت لها، يلي كلياتها لازم نجمعها بالنهاية وندرسها بعمق لحتى نحاول نوصل للحق. فأنا عم بعطيه وقل له ركز ودروس، وما عم بقرا جوابه. هون درسوا 15 دقيقة فطلع معه هالجواب هذا كله، يلي أنا ليش ما بدي أقراه هلأ بخبركم. يعني ليش ما قريته أصلا، مو بس هلأ، ما قريته أصلا لما جاوب عليه. ورجعت قلت له دروس بالآية الفلانية وجعلني مباركا، يعني التمييز بينه وبين من هو مبارك، لأنه هون في مكان معين. يعني دروس انه هون هل هو تمييز لعيسى عن غيره، انه ممكن مكان معين مبارك، لكن عيسى مبارك اينما حل واينما رحل. ادرسها وحطها بذهنك حتى كله يساعدك بفهم البركة والمبارك ونحو ذلك. ودروس كذا ودروس كذا. هون اخذ 22 دقيقة وهو عم يدرس هالنقاط يلي طلبت منه دراستها. فأنا كل شيء أنا مفروض أدرسه بالعادة عم بخليه يشاركني بدراسته. كمان قلت له طيب بالنسبة لكذا شو رأيك، ممكن يكون كذا ولا لا، شو رأيك؟ كمان درس. وهكذا ضليت أعطيه أنا أسئلة كتير ويعطيني جوابها. قلت له لا تنسى نوح له طبيعتين، سماوية وأرضية. هلأ بقى أدرس الآية تبع أنزلني منزلا مباركا وهكذا. عم بعطيه الأسئلة لحتى يدرسها. وهون كمان نفس المبدأ وعم بيجاوب. كمان قلت له الآيات الفلانية ادرس فيها النقاط الفلانية، ركز على الجوانب المعينة من الآيات التالية وشوف شو ممكن يطلع معك. قلت له بالآية الفلانية يا ترى في علاقة بين البركة وبين القدرة على التدبر وإلى آخره، دروس هالشي. آخر شي قلت له دروس الفرق بين تبارك اسم ربك وبين تبارك الله. ما في شي اسمه تبارك اسم الله، ادرسها. بعدين قلت له أنا هلأ خلصت أسئلتي، خلصت طلباتي بإنه أطلب منك دروس كذا ودروس كذا من الجزئيات، لأنه كل هالدراسات مشان نفهم موضوع البركة. فقلت له هلأ خلصت أنا طلباتي، وأنا بالحقيقة ما قريت أي شي من أجوبتك. ليش؟ لأني بدي إياك تعمل دراسة مفصلة لكل جزئية. طب ليش أنا ما قريت أجوبتك؟ لأنه ممكن أنت بعد ما وصلت لهالمرحلة من البحث العميق، بعد ما كل هالأسئلة أنا وجهتك إلها، إنه تكون أنت هلأ بعد كل هالنظرة العامة لما تراجع أجوبتك تلاقي إنه بعضها اتأكدت أكثر من أجوبته بناء على تراكم البحث، عندك تراكم معلومات. وممكن بالعكس يكون في نقاط معينة رح تستبعدها ورح تحذفها من النتيجة لأنه لقيتها غلط، لأنه عارضت دراستك لنقاط تانية أنا طلبتها منك. المهم هلأ أنت ارجع دروس كل المحادثة بيناتنا
دراسة دقيقة ولخّص كل أدلتك عن تعريف البركة ومشتقاتها، واحذف الخطأ اللي ممكن تلاقيه، أو اذكر الخطأ وقول إنك تراجعت عنه، وخُذ وقتك كاملًا مهما طال، ودخّل بجوابك النهائي مقارنة معنى البركة بمعنى التقديس، وادرس بطريقك إنه شو معنات وادي مقدس، وليش ميكائيل هو روح القدس، وهكذا. أعاد دراسته للأجوبة كلها وأخدت معه وقت 23 دقيقة، وإذا لذلك أنا ما في داعي شوف أجوبته هلأ، هو حيعطيني خلاصتها بعد ما يدققها. فعطى إذا جواب شايفينه أنتوا على الشاشة، ما رح أقرأ كله لأنه طويل، لكن اللي بيحب يقرأ هي موجود على الشاشة. فحكى جواب طويل هو يعتبر بالنسبة لأجوبته القديمة، يعني بحلقات ماضية، يعتبر نقلة حلوة جدا. لكن كيف وصل لهالنقلة؟ وصل لها بعد ما أنا قلت له ركز بالآية الفلانية على كذا، ركز بالآية على كذا، وهكذا ساعدته. فشوف جوابه قديش طويل، قديش بيختلف عن جوابه الأول بهالمحادثة نفسها اللي ورجيتكم إياه ببداية الحلقة. بتلاحظوا قديش اختلف وصار في دقة أكتر وجمال وترابط. ليش؟ لأنه كل آية أنا قلت له ركز عليها بكذا واربطها بكتبي من الزاوية كذا وإلى آخره، حتى ذكر النقاط اللي هو أخطأ فيها بأجوبته وكيف صلحها وكيف، يعني بحث كتير حلو عمله وجميل جدا. لكن مع ذلك مع روعته ومع يعتبر أنه يعني هذا الجواب نقلة بهذا العصر، لكن مع ذلك أنا لاحظت إنه فيه أخطاء. فشوف قديش بدك تكون أنت معناتها متمكن لحتى تقدر ما تنخدع بجمال كلماته وتقدر تصلح له. قديش الموضوع صعب ولازم يكون دقيق. فبلشت صلح له، أنا قلت له بس أنا مالي شايف تعارض بين كذا وكذا. قال لي فعلا كلامك صحيح، استدلالك أقوى من صياغتي السابقة وهكذا. رجعت قلت له بس كأنه الفرق بين المبارك والمقدس إنه المبارك مادي دنيوي، والمقدس ممكن يكون ديني. فقال لي صحيح، وهذا الشيء يعني انتم بدكم تنتبهوا له، انه لما بدنا نجي نحن على بحث انه في اراضي مباركة او المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، هذا ما له علاقة بالدين. البركة موضوع دنيوي بحت، منفعة دنيوية ما له علاقة بالدين. المقدس ممكن يكون له علاقة، لكن المقدس حتشوفوا هو موضوع تاني تماما. فإذا بلشت أنا أعطيه أسئلة مشان يركز أكتر. قلت له بس الجواب اللي أنت حكيته عن البركة ما بيخلينا نعرف شو فائدة إنه القرآن يقلنا إنه شيء معين هو مبارك. يعني هذا السؤال كتير مهم جدا إنك تطرحه أنت على شات جي بي تي حتى يشغل عقله أكتر ويفكر أكتر ويعطيك صياغة منطقية، لأنه هو ممكن يتلاعب بالألفاظ بشكل حلو كتير، تطلع أنت هيك بالنتيجة إنه شيء حلو وعميق ما شاء الله ورائع، لكن طب شو استفدنا؟ يعني لما بيقول لي القرآن إنه الأرض الفلانية مباركة، طيب شو لازم أعمل أنا؟ إذا هذا أهم شيء أنت تدرسه وتبحثه لما بتبحث أنت أي بحث معين بالقرآن. ففكر، وهو عم يفكر كمان أعطيته قلت له ركز على كذا، فإذا انحذف بعدين جوابه، رجعت قلت له انحذف، رجع فكر، رجع ركز. المهم رجعت عدت له السؤال الثاني وأخذ معه 22 دقيقة وهو عم يجاوب. رجعت قلت له طب ركز، بما أنه مصر هي الأرض المباركة جزء منها، يعني طيب هذا ما له علاقة ببناء الأهرامات؟ رجعت قلت له عن هوية الأرض المباركة وعلاقتها بالمسجد الأقصى، لأنه هو بالخلاصة ما ذكر أجوبة كل الأسئلة اللي أنا طرحتها، هو ذكر خلاصة البركة، لكن في أسئلة جانبية طرحناها وهو ما جاوب عليها، فكمان ناقشته فيها وكان حوار طويل جدا. هلأ حنختصره. المهم حننتقل الآن لتفسير الآيات مباشرة. فإذا الجذر بركة في 32 نتيجة. نجي لأول آية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. طيب شو الفائدة إنه يخبرنا المصحف إنه هذا البيت مبارك؟ كلمة بركة هي عبارة عن صفة مودعة في الشيء، هذا الشيء السماء أودعت فيه صفة البركة، وهي صفة غيبية.
لكن القرآن عم يخبرنا ويشير إلى الأراضي التي أودعت فيها هذه الصفة الغيبية التي قد لا يراها وقد لا يدركها جميع الناس، فأشار إليها وساعدنا على إدراكها ومعرفة أين هي، خاصة فيما يتعلق بالأرض المباركة والمكان المبارك والبيت المبارك وهكذا. فشو معنات بركة؟ شو يعني مبارك؟ يعني المنفعة في هذا الشيء تتجاوزه إلى غيره، يعني الشيء المبارك منافعه ليست محدودة، لا تقتصر عليه ذاته، وإنما يمكن الانتفاع منها والحصول على خير وفير، فمنفعته تتجاوزه إلى غيره. فمثلا أول بيت وضع للناس بما أنه مبارك، فلذلك بتلاقي فيه آيات بينات، فيه معجزات، مثل مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. إذا شوف الخيرات يلي تفرعت عن بركة هذا البيت. طيب الآية الثانية: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. بما أنه مبارك فإذا فيه خيرات كثيرة، ومنفعته هذا الكتاب المصحف الذي بين أيدينا، هذا الكتاب لا تقتصر منفعته على أنه حبر وورق وكلمات وفائدة محدودة، وإنما نستطيع بتدبر هذا القرآن أن نستخلص فوائد ومنافع كثيرة جدا، لذلك هو مبارك. فهو كل مرة عم بيورجينا إنه كيف ننتفع من هالبركة. يعني لما قال لك إنه هذا البيت مبارك، قال لك معناته انتفع منه بمقام إبراهيم وانتفع منه بالحج وهكذا. وهون لما حكى على الكتاب قال لك إنه يلي بيآمنوا بهالكتاب والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. إذا من ثمرات إيمانك بهالكتاب المبارك إنك تحافظ على صلاتك، وبالتالي حتستفيد ورح يكون هالشي يفيدك بإنك تفهم هالكتاب وتحصل على بركاته. إذا حافظ على صلاتك. إذا دائما بيورجيك إنه الشيء المبارك في له مفتاح لتحصل على بركته، أي لتستثمر الخير الذي فيه ليكون كثيرا وممتدا إلى خارج هذا الشيء ويعود خيره عليك بالخير الكثير. طب هون عبيقول لك إنه تبارك الله، ففي عنا تبارك وفي عنا مبارك. تبارك بتجي فقط لأهل السماء، الله ربنا. فليش؟ لأنه تبارك الله، ولا نقول مبارك الله أو الله مبارك، لا نقول ذلك، وإنما تبارك الله أي أن الله حر في توجيه بركاته حيث يشاء. إذن في بركات ومنافع تصدر عن الله، ولكن بما أنها متحكم بها تحكم كامل بسبب إرادته المطلقة، لذلك نقول تبارك الله. وكذلك لو قلنا تبارك ربنا. أما المبارك فهو لا يملك إرادة في توجيه بركته، فالبيت الذي وضع مباركا هو أي إنسان يستطيع استثمار هذه البركة كي تعود عليه بالمنفعة، وكذلك الكتاب وكذلك الذكر وهكذا. وعيسى فقط هو الوحيد الذي وصف بالمبارك من الناس، لأن عيسى تحديدا ليس حر الإرادة في إطلاق بركته وتوجيهها إلى أناس ويحرمها لأناس ونحو ذلك. فنحن قلنا من قبل في الحلقات السابقة أن عيسى لا يستطيع أن يذنب لأن روح القدس معه، فهو إذن من جانب معين مخير ومن جانب معين مقيد. فمن أشكال تقييد عيسى هو أنه تم جعله مباركا أينما كان، فمنفعته لا يتحكم بها، هو كالماء المبارك أينما حل، في أرض لكفار في أرض لمؤمنين، ففي كل الأحوال الماء المبارك الذي درسناه في حلقات الماء ومعجزته، فهذا الماء المبارك
سيروي الأرض وسينبت على نحو خاص وإلى آخره، بغض النظر عن المؤمن والكافر، فليس هناك قدرة على توجيه البركة وفق إرادة أرضية، فعيسى أرضي والماء أرضي ولا يمكن توجيهه. أما الله وربنا فبما أنهم متعلقون بعالم السماء فإرادتهم مطلقة في توجيه بركتهم. الآن تبارك الله، فمتى ذكرت هذه العبارة؟ في سياق تعداد منافع كثيرة صدرت عن الله، خلق السماوات والأرض واستوى على العرش وهو الذي يغشي الليل النهار إلى آخره، فهذه المنافع هي من بركة الله، لذلك تبارك الله. إذن كيف تنتفع من بركة الله في هذا السياق؟ يكون ذلك بأن تدرس هذه الظواهر الكونية وتدرس كيف تنتفع منها. كذلك هنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن هناك بركات في السماء والأرض، لكن كيف تفتح على أهل القرى؟ في حال آمنوا واتقوا. إذن كل بركة لها مفتاح، فلو آمنوا واتقوا عندئذ لن تبقى هذه الأشياء حبيسة في السماء والأرض، وإنما تتجاوز السماء والأرض لتصل إلى أهل القرى، لذلك هي بركات. وهنا الآيات التي تتكلم عن مناطق مباركة، وهذه سنؤجلها لنجمعها في حلقة واحدة قادمة. أما هنا فقيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فما هي هذه البركات التي كانت على نوح؟ الأرجح أنها تتعلق بالذرية. لماذا؟ لأن آية أخرى قالت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، فبركات الله عندما اقترنت بأهل البيت درسنا في بحوث الرحمة كيف أنها تعلقت بالولادة، مع أنها هي عجوز ومع أن بعلها شيخ طاعن في السن، فإذا ارتبطت بالولادة على نحو استثنائي معجز. لذلك الأرجح هنا أن بركات عليك يا نوح تعني أنه لا تحزن على ابنك الكافر الذي لم يركب معك السفينة، والآية هنا تتكلم عن مرحلة ما بعد ركوب السفينة ووصلوا إلى مرحلة الهبوط بسلام، فلذلك هنا تطمئنه أنه لا تحزن على ابنك الكافر، سيكون من ذريتك أناس مؤمنون وعظماء، وأحدهم يلد أيضا أناسا عظماء. أي البركة هي لا تقتصر على شيء وإنما تتجاوزه، لذلك لن يكون فقط هناك مؤمن عظيم من ذريتك، وإنما أيضا ستأتي من ذريته أيضا أناس عظماء. طبعا هذا لا يعني أن كل ذريتك ستكون عظيمة، لا نهائيا، ولكن تطمئنه أن من ذريتك عظماء. وهذا المعنى تقويه الآية التي درسناها من قبل وجعلنا ذريته هم الباقين، التي تتكلم عن نوح، إذا تركز على ذريته. لكن لنتوسع في بركات الله عندما كانت على أهل البيت، على أهل البيت أي أهل البيت الحرام، بما أن إبراهيم وزوجته كانوا يسكنون بجانب البيت الحرام، فهذا يعني أنه من الطبيعي أن تكون بركات الله ورحمته عليهم. ورحمة الله شرحناها في بحوث الرحمة، وقلنا أنها ارتبطت بالله على نحو خارق هذه المرة، مع أن رحمة ربنا قادرة أيضا على أن تنجب ولدا من شخص عقيم مثلا، لكن هذه المرة ارتبطت بالله ففيها جانب خارق. والجانب الخارق هنا أنه ليس فقط بشروها بأنه سيأتي مولود، وإنما أخبروها بصفات هذا المولود لأنهم أعطوه اسما، والاسم له دلالته في القرآن، فإذا سيكون بصفات معينة، فهذه معجزة لأن الشخص مختار وليس مسير، فهو سيختار الصلاح أم سيختار الشر أم يختار الصلاح والعلم
والعلم الدنيوي أم العلم الأخروي أم كليهما، هذا كله باختياره. فعندما يخبرانها بكل صفاته الأساسية فهذا يعني إعجاز، لذلك ارتبط بالله، برحمة الله وليس برحمة ربنا. إذا أين البركة هنا؟ لأن الآية قالت رحمة الله وبركاته، فأين بركات الله هنا؟ أي أين أثرها؟ نلاحظ أن إسحاق لن تتوقف عنده المعجزة، بل ستتجاوزه إلى ابنه يعقوب. إذن هم ليس فقط بشروها بإسحاق وانتهت رحمة الله هنا المعجزة، بل أيضا انتقلوا إلى بركات الله. البركة لأنها فيها تزايد وفيها تجاوز وفيها انتقال، فلذلك وصلوا حتى إلى التنبؤ أيضا بابن إسحاق الذي سيأتي بعده وبصفاته أيضا التي تظهر في اسمه، وهكذا. إذا إسحاق يمثل رحمة الله، ويعقوب يمثل بركات الله، أي يمثل تطبيقها في هذا السياق. إذا هنا آية عن المناطق المباركة، وهنا وجعلني مباركا. فكيف كان عيسى مباركا أينما كان؟ ولماذا قال أينما كان؟ لأن في ذلك تمييز عن البركة الثابتة في مكان معين، لكن عيسى بركة متنقلة، أينما كان تحدث المنفعة وتنتقل المنفعة منه إلى غيره. فهذا الذي يحييه بما أنه يحيي الموتى، وهذا الذي يشفيه، وإلى آخره من بركاته. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، أيضا الوحي عندما تتدبره تنتفع منه. وهنا أيضا يتكلم عن الأرض المباركة، والآية التي بعدها أيضا، لذلك سنفرد لها حلقة. هنا من جديد تبارك الله، فجاءت هذه العبارة في سياق تعداد مهام متنوعة يقوم بها الملأ الأعلى، لكن كما شرحنا من قبل، فبما أن الله متخصص بأخطر مرحلة في الخلق التي تكون بعد الخلق الآخر، أي بعد خروج المولود من بطن أمه وتركه للحياة المائية ويصبح كائنا بريا ويهبه الله العقل، عندئذ يكون هذا تجليا من تجليات بركات الله، حيث أن الكائن البشري يخرج منه أيضا كائن آخر، وهكذا. فهذه هي الزيادة والبركة ونحو ذلك. هنا لماذا دعا نوح بقوله رب أنزلني منزلا مباركا؟ النزول هنا طبعا ليس نزولا على الجبل، وهذا شرحناه من قبل، وإنما الاستواء على الجبل عبر عنه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. ثم آية أخرى عبرت أيضا بفعل الاستواء واستوت على الجودي. إذا مرحلة الاستقرار هي على الجبل، والاستقرار على السفينة، ولا علاقة لها بالنزول الذي نعرفه. وإنما نحن شرحنا في حلقات متخصصة كثيرة الفرق بين نزل من السماء أو نزل من غير ذكر المصدر، وهنا لم يذكر المصدر. فإذا أنزلني هنا بمعنى اجعلني مدركا ماديا، لأن التنزيل يكون ما وراء المادة، والإنزال يكون في عالم المادة لكي ندركه نحن البشر الضعفاء. فهو بما أن نوح كانت له طبيعتان سماوية وأرضية، وبما أنه عندما كان في السفينة وأثناء الطوفان انتقل إلى طبيعته السماوية ثم عاد، فهذه هي أنزلني، اجعلني مدركا، أعدني إلى حياتي الأرضية، واجعل هذه العودة مباركة، أي أن ينتج عن عودة هذه على الأرض وبسلام، ينتج عنها منافع كثيرة لا تقتصر علي، وإنما على المؤمنين بي وعلى أناس كثيرين، لأن نوحا سيدعو إلى الله وسيكون هناك مؤمنين، فالكفار تم إغراقهم، وهكذا. ثم وصفت شجرة بأنها مباركة. فلماذا هذه الشجرة مباركة؟ لأن خيرها يتجاوزها بسبب صفة غيبية مودعة فيها،
وظهرت آثار هذه الصفة الغيبية التي هي صفة المباركة، ظهرت على أرض الواقع من خلال مثلا عبارة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لذلك هي شجرة غير عادية وإنما شجرة مباركة. كذلك التحية، تحية من عند الله مباركة طيبة، أي عندما تسلمون على بعضكم بعضا، فهذه التحية الإسلامية التي تسمى، هذه التحية فيها منافع لن تقتصر عليك أنت قائلها، وإنما ستنفعك أنت وتنفع الناس الذين سلمت عليهم، وهكذا فيها بركة، فيها تزايد وانتقال. فكيف تحصل على هذه البركة؟ عندما تسلموا على أنفسكم. إذا كل بركة لها مفتاح، ومن هنا يتبين أن ليس هناك شخص مبارك يقولون الشيخ فلان مبارك فلنقبل يده لنلتصق به لعلنا نأخذ من بركته. هذا غير صحيح، لأن البركة أولا ليست دينية وإنما منفعة دنيوية. ثانيا، الشخص الذي جعل مباركا هو عيسى بن مريم، وتمثلت بركاته في الإحياء وفي الشفاء، والشيخ الذي يقولون عنه هذا لا يشفي ولا يحيي. أيضا أن بورك من في النار ومن حولها، أيضا بركة مكانية، وفي البقعة المباركة أيضا مباركة مكانية، والقرى التي باركنا فيها كذلك، كلها سنفرد لها حلقة خاصة. وباركنا عليه وعلى إسحاق. إذا هنا أيضا تمت المباركة مع حرف الجر على. إذا إبراهيم وزوجته كانت هناك بركات الله عليهما، وكانت النتيجة أن ليس سيأتيهم ابن عظيم، وإنما حتى ستصل البركة إلى حفيدهم، أي إلى حتى يعقوب. وهنا أيضا تمت المباركة على إبراهيم وعلى إسحاق. وبما أن الموضوع أيضا متعلق بالذرية، ففورا نبهت الآية وأوضحت أن من ذريتهما محسن وظالم لنفسه، أي أن البركة لا يشترط أن تشمل جميع الذرية، جميع الأولاد، جميع الأحفاد، لا، لكن البركة تعني أن بعض هذه الذرية ستحل فيه البركة، فيكون إنسانا مؤمنا وعظيما. لكن لماذا أتت البركة هنا من الملأ الأعلى، بينما هناك إبراهيم وزوجته أتت البركة من الله؟ الفرق لا يمكننا عمل تحليل مادي، أي لماذا الذين يسكنون بجانب البيت الحرام ينتفعون منه في ذريتهم مثلا؟ هذا لا يمكن للعلم إثباته، هذا أمر خارق خاص بالله وليس لهما يد فيه. أما هنا فبما أن البركة جاءت من الملأ الأعلى، فإبراهيم وإسحاق لهم يد فيه. وقد أثبتنا من قبل أن إبراهيم أسس لنهضة علمية وتابعه عليها من أولاده. فإذا عندما أسس إبراهيم وابنه إسحاق لهذه النهضة العلمية والتي لها علاقة حتى بالرياضيات ونحو ذلك، فكان من الطبيعي أن تستمر هذه البيئة العلمية، تستمر في أولادهم أحفادهم، ينتفع منها البعض ويكمل الطريق. ولذلك رأينا كيف أن بني إسرائيل على سبيل المثال الذين هم من ذرية إبراهيم، كيف أنهم تميزوا بالعلم الدنيوي، ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي بسبب اهتمامهم بالعلم. كتاب أنزلناه إليك مبارك. إذن هذا الكتاب مبارك. كيف ننتفع من بركته؟ جاء الجواب على الفور: ليدبروا آياته. إذن هو مبارك وتنتفع منه أنت في حال تدبرت آياته، وليس أن تكتفي فقط بتلاوتها، وإنما عليك تدبرها. ونتيجة تدبرك لهذه الآيات فأولو الألباب سيستفيدون من ذلك في التأمل العميق، وليتذكر أولو الألباب. هنا الآيات تتكلم عن الله، وقالت وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وهي تشير إلى الأرض في الآية التي سبقتها.
إذن هنا مباركة عامة، الأرض كلها بارك الله فيها. إذن الأرض كلها فيها مستوى من البركة متاح للجميع ليستثمر هذه الأرض فيما يعود عليه وعلى منفعته. إذن هذه مباركة عامة لأنها ارتبطت بالله وبالأرض، بالله وبالمكان. أما عندما ترتبط بالمكان ولكن تأتي المباركة من الملأ الأعلى، القرى التي باركنا فيها، فعندئذ تكون بركة خاصة وزائدة وإضافية. لذلك ليست كل الأماكن باركها الملأ الأعلى، وإنما أماكن قليلة، والقرآن يشير إليها لننتفع منها. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. لماذا هي ليلة مباركة؟ لماذا؟ لأننا أنزلناه فيها. وأنزلنا قلنا بما أنه لم يذكر المصدر، لم يقل أنزلناه من السماء، فهو لا يتكلم عن عملية نزول من الأعلى إلى الأسفل، وإنما يتكلم عن تحويل من عالم الغيب إلى عالم المادة. فأنزلناه أي جعلناه مدركا للبشر يستطيعون قراءته، بينما كان عبارة عن معان في عالم ما وراء المادة. فإذا إنزاله من أمثلته هو ترجمته إلى العربية، ولا شك أنه نتج عن ذلك خير كبير ومتزايد ومنتقل، لأنه عندما أصبح الكتاب بالعربية رأيتم كيف أننا استنبطنا منه العلوم الكثيرة، علم التغذية وعلوم كثيرة أخرى، والكتب الأربعون التي ربما أنتجناها في هذه القناة، لربما كل كتاب فيها هو منحى علمي خاص استنبطناه من هذا الكتاب. فإذا بالتأكيد هي ليلة مباركة، ليلة ترجمة هذا القرآن إلى العربية. وتلاحظون أنها تتكلم عن حاميم والكتاب المبين، ولو ذهبنا إلى السورة التي قبلها تماما لوجدنا حاميم والكتاب المبين أيضا إنا جعلناه قرآنا عربيا. إذن الإنزال من أوضح أمثلته جعله عربيا. ونزلنا من السماء ماء مباركا. إذن أوضحنا في حلقة معجزة الماء في القرآن الفرق بين الماء المبارك والماء الطهور، بأن الماء المبارك فيه طاقة أعلى، لذلك منافعه ما يترتب عليه من منافع أكثر، لذلك كانت النتيجة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد إلى آخره مما شرحناه في تلك الحلقة. أما تبارك اسم ربك، لماذا تبارك اسم ربك ولم يذكر المصحف تبارك اسم الله؟ هناك تبارك الله وتبارك ربنا، أما تبارك اسم ربك فهي خاصة بربنا فقط. لماذا؟ الأرجح أن اسم ربنا بما أنه خفي في المصحف ويحتاج استنباطا ودراسة دقيقة، ولا يهتم بهذا الشأن غالبا إلا المؤمنون الحقيقيون، نظرا لصعوبة الاستنباط ونظرا لأن ما يترتب عليه ليس فيه فوائد دنيوية مباشرة وتخدم مصالحهم ويتاجرون بالدين، وإنما على العكس هو حقائق عظيمة جدا، ولكن ربما لها ضريبة دنيوية وسيعاديهم الناس ويظنون أنهم مشركون لأنهم عرفوا اسم ربهم المخلوق وهكذا. فبما أن اسم ربنا لن يعلمه إلا الخواص، فأنت عندما تذكر اسم ربك يعود عليك بالنفع، لذلك تبارك اسم ربك. لكن لماذا ليس مبارك اسم ربك، مع أن الاسم يفترض أنه من الجمادات وليس له إرادة في حد ذاته إذا تكلمنا عن الاسم وفق مصطلح اللغة العربية؟ لأنه في الأرجح السبب أن اسم ربنا حتى لو ذكره إنسان وقال ربي جبرائيل قد لا ينتفع منه، هناك شروط وهناك قدرة لهذا الاسم على توجيه البركة لأناس وحجبها عن أناس. فهناك أناس قد يقولون ربي جبرائيل مع أنهم ليسوا عميقي الإيمان، وقد ذكرت حلقة في بث مباشر عن هذا الموضوع وحذرت أن الذين
جربوا مثلا أن يدعوا الله باسمه فلم يستجاب لهم وهم يريدون الدنيا وكل همهم الدنيا، فيحاولون الآن بعد أن عرفوا قناتنا أن يدعوا باسم ربنا لعله يستجاب لهم. هؤلاء الذين إيمانهم هش وسخيف وغير مقبول لن يستفيدوا من ذكر اسم ربنا في دعائهم. لذلك تبارك اسم ربك هو مشروط إذن بأن يلفظه المؤمن عميق الإيمان الذي درس الربوبية وتابعها لوجه الله، لا يريد منها منفعة دنيوية، فعندما يدعو باسم ربنا في ظرف ما يكون أدعى لأن يستجاب من الإنسان العادي. ولذلك أنا بعد أن فهمت هذا المعنى أصبحت أدخل اسم ربنا في الدعاء عندما يبدأ الدعاء أو النداء بكلمة ربي. فمثلا في الصلاة بدلا من أن أقول ربي أدخلني مدخل صدق أصبحت أقول ربي جبرائيل أدخلني مدخل صدق، وكأني بذلك أسمع السماء بأني عارف عالم تعبت كثيرا حتى وصلت إلى هذا الاسم العظيم، وبالتالي وكأني أدعو السماء بأن تميزني في المعاملة عن غيري. إذن من الجميل أنك عندما تدعو بعد أن تقول ربي أن تذكر اسم ربك. إذن في نهاية هذه الحلقة لنتأكد من معنى البركة الذي فهمناه، معنى المبارك، سنرى معنى المقدس، يجب أن نعطيه معنى مختلفا تماما. فنجد أنه في الآية التي شرحناها من قبل والتي جعلت من يفسد في الأرض يقابله تسبيح بحمد ربنا ونحن نسبح بحمدك، وجعلت سفك الدماء يقابله عبارة ونقدس لك. إذا ما هو التقديس؟ نقول بما أن سفك الدماء هو حالة متقدمة من الإفساد في الأرض، أي ليس كل من يفسد في الأرض يصل بالإجرام إلى مرحلة أن يسفك الدماء، فكذلك ليس كل تسبيح بحمد ربنا يصل بالضرورة إلى مستوى التقديس لربنا. إذن أحيانا ينتج عن الإفساد في الأرض سفك للدماء، وأحيانا ينتج عن التسبيح بحمد ربنا تقديس له. وبما أننا أثبتنا من قبل أن التسبيح بحمد ربنا هو حماية نظامه الكوني المادي وصيانته وربما إصلاح ما أصابه الضرر المادي، فيكون التقديس هو مرحلة أعلى من السلامة. فقد ذكرنا أمثلة على التسبيح بحمد ربنا من مثل حماية البيئة والمحافظة عليها والإصلاح بين الناس ونحو ذلك، لكن التقديس هو أن تصل بهذه الحماية إلى مرحلة السلامة المطلقة، أي أن البيئة مثلا وجدت لهدف معين، فعندما تحافظ عليها أنت فهي تحقق الهدف من وجودها. لكن لو وصلت بحمايتها إلى مستوى مطلق مثالي كامل فأنت قد قدستها لربنا، وهذا لم يطلب منا لأنه قد يكون فوق قدرات البشر أن يصلوا إلى الحماية المطلقة لنظام ربنا الكوني، لكن هذا كان عمل الملائكة، أي أنهم في بعض المواضع الكونية أوصلوها إلى الحماية المطلقة والسلامة المثالية الكاملة، ولا يقتضي ذلك أنهم أوصلوا كل نظام ربنا الكوني إلى مرحلة التقديس. بناء على ذلك يكون معنى روح القدس أي أنه روح السلامة المطلقة، فروح القدس يرمز إلى المثالية والكمال. لذلك عندما ينزل روح القدس بكتابي على محمد يكون قادرا على حماية هذا النص من أي أذى ومن أي تحريف، وهذا درسناه وأثبتناه في عبارة الروح الأمين، فهو كان روح القدس يرمز إلى المثالية والسلامة المطلقة.
هذا في مجال الغيب وما وراء المادة، فحتى عندما ميكائيل وهو روح القدس، حتى عندما تمثل بشرا لمريم فهو تمثل لها بشرا سويا، أي ليس يتمثل ببشر ضعيف أو معاق، وإنما بشرا سويا. فكل ما يتعلق بالقدس فهو مثالي كامل لا عيب فيه ولا نقص. أما الله فهو الوحيد الذي يوصف بأنه القدوس، لأنه مصدر السلامة المطلقة ومصدر الكمال المطلق، وهو منزه عن كل عيب، بل هو أكثر من ذلك، هو مصدر الكمال والمستوى الذي يتمتع به من السلامة والمثالية لا تتوفر حتى لميكائيل روح القدس. لذلك هو طبيعته القدوسية خاصة به، وتتفرع إلى فروع كثيرة وتتجلى في مظاهر كثيرة، فهو عين الكمال وعين المطلق، بينما روح القدس فهو يرمز إلى السلامة المطلقة في جانب معين، وهو المهام التي توكل إليه فينفذها. إذا هذا هو الفرق بين المقدس والمبارك. وأيضا ترون هنا آيات تتعلق أيضا بالمكان المقدس، فسنؤجلها إلى حلقة نشرح فيها الفرق بين المكان المقدس والمكان المبارك. والحمد لله رب العالمين.